بقالي فترة كبيرة بسأل نفسي ليه الفيديوهات اللي أنا بقدمها مش بتتشاف بجمهور كبير ولا بتحقق انتشار كبير. وبعد عملية بحث كبيرة أخيرا اكتشفت السبب. درست كورسات كتير ودورت في كذا مكان زي مواقع الذكاء الاصطناعي، وعملت بحث في كذا موقع علشان اكتشف السبب اللي بيخلي الفيديوهات مش بتنتشر. وفعلا لقيت الحل المناسب علشان اقدر احسن من المحتوى واقدر ان انا اوسع دايرة الانتشار للمحتوى. السر كان في كتابة المحتوى. كتابة المحتوى هي الدرجة الاولى علشان يكون المحتوى ناجح، وعلشان كده كان لازم احسن من كتابة المحتوى. وبعد ما درست كذا كورس ولميت معلومات من كذا موقع، جمعتهم كلهم في كورس مصغر وقررت اشاركه معاكم علشان كلنا نستفيد من المعلومات دي، وكمان علشان تكون نقطة بداية لينا في كورسات جاية علشان نعرف نشتغل صح من البداية. والكورس هيكون مكون من كذا فيديو، اكتر من فيديو. كل فيديو هنناقش فيه حاجة معينة زي القواعد الخاصة بالكتابة الصحيحة، وزي أساليب الكتابة ونظريات الكتابة، علشان نطلع في الآخر محتوى احترافي نقدر نعتمد عليه ونبقى واثقين إنه هيحقق الهدف بتاعه. ودلوقتي عايزك تقولي في الكومنتات إيه المحتوى اللي بتفكر تشتغل عليه وبتفكر تعمله، علشان ده هيكون ليه دور في الكورس اللي هنعمله، لأننا هنجمع أكتر فكرة أو أكتر محتوى مطلوب وهنبدأ نتمرن عليه بشكل عملي. الكورس نظمته بحيث يكون محتوى عملي بالكامل علشان نكون بنستفيد، مش مجرد نظريات أو قواعد بنتعلمها ومش بنستفيد منها. هستنى أشوف تعليقاتكم علشان المراحل اللي جاية هنحتاج أفكار نشتغل عليها، وهنحتاج محتويات تكون الناس بتدور عليها علشان يكون التدريب بتاعنا في الكورس ده يكون فعلا بيحقق الهدف منه، وهو انك تحسن من المحتوى بتاعك. واستنوا اول درس في مجموعة الفيديوهات دي او في الكورس ده، ان شاء الله هيكون قريب. ولكن انا حبيت ان انا اشجعكم وانوه عن اننا هنقدم كورس في كتابة المحتوى. استنى اشوف تعليقاتكم علشان احضر الدروس اللي مرتبطة بالتعليقات اللي هتجي.